بتقبض 6 ملايين في الشهر الواحد، وكان مفاجأة لأي حد، لكن الشغل كان غريب لدرجة تخلي دماغك تلف. في أول يوم وصلت المكتب وهي مبسوطة، لكن في الأسانسير مفيش زرار للدور الثالث والعشرين. ساعتها الولد اللي جنبها قال: هنا لازم تطلعي السلالم، ده جزء من الشغل. هي حست بشوية شك، لكن طلعت السلالم ووصلت المكتب. جوه لقيت بس سجادة عرضها متر واحد، وهي ماشية في نصها بدأت تعرف بنفسها. وفجأة جيت صوت من وراها: ما تمشيش. اتركت السجادة. طلع ان المنطقة اللي بره السجادة كانت صحراء، يعني منطقة الفقراء. جت لها اسئلة كتير في دماغها، لكن الجوع خلاها ساكتة. مشيت لحد ما وصلت مكتبها. الشخص اللي قدامها مديلها 10 ورقات بيضة وقال: اعملي دوائر على الورق ده قبل التانية 10. فضلت تعملي دوائر، وفي الوقت بالظبط وريتهم للمدير. المدير قاسهم بمسطرة وقال: انت عملتيهم كويس جدا. بعدين قال: دلوقتي امسحي الدوائر واعملي اكس، كل حاجة هنا كده. بمجرد ما دقت الساعة الثانية ظهرا، ست جت بالأكل، وكل واحد اتوزع له نفس الأكل. بدأوا ياكلوا براحتهم كده كل يوم. هي طلعت السلالم، مشيت على السجادة، عملت ومسحت دوائر، وكانت مفكرة إن الحياة هتعدي